السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم رامي قميحة، دكتور اكاديمي وارت دايركتور از فريلانسر. النهارده يا حلوين هنتعلم ازاي نعمل ديزاين او فن في الديزاين اسمه اللوبولي. اللوبولي فن قمة في الروعة. آه مش هتكلم عنه كتير. تعالوا كده نبص مع بعض الديزاين ده كده، بصوا عليه. لو وريتكم الديزاين ده اصلا بدأته ازاي هنستغرب. يعني الرسمة الجميلة دي اللي هي فيها الفن ده، اللي تحسها اشكال هندسية مجسمة زي كده، كل ده تم عن طريق الابل دي، التفاحة دي، الاوتلاين ده. بس انشأنا منه، كريتنا منه فن اللو بولي. الفن ده يا جماعة آه باختصار شديد ممكن اي حد يتعلمه. اي حد ممكن يتعلمه ويطبق في فنون كتيرة أو في برامج كتيرة، مش بس 2D، في 3D برضو. يعني في برامج 3D زي سينما 4D مثلا، يعني بيطبقوا فيها الفن بتاع الايه اللوبولي. فيلا بينا نبدأ حلقتنا. باختصار شديد يا حلوين، الديزاين اللي قدامكم ده هو زي ما قلنا هو الرسمة دي. فازاي حولنا الرسمة دي اتحولت إلى الديزاين ده؟ بصوا كده معايا، بصوا كده معايا. اولا اللوبولي هو اشكال هندسيه، اكترها المثلثات، اكترها. يعني اكتر شكل فيها بيكون بارز اكتر في الديزاينز هو المثلثات، زي ما انتم شايفين كده. بصوا مثلثات كلها، او او اشكال اقرب للمثلثات، اقرب يعني، حتى لو مش مثلث دايركت يعني اقرب ليها شويه. خلاص. طيب ازاي نعمله؟ احنا هنرسم على رسمه، يعني الرسمه دي هنرسم فوقيها. يعني بصوا كده اهي. ممكن عشان ما بوظش الديزاين اللي انا اصلا عامله، هعمل ارت بورد تانية. افتح القفل ده كده والت ودراج. خلاص. اوكي. زي ما انتم شايفين، وهعمل لاير جديد واخد الرسمة الجميلة دي احطها فيه. طبعا الحاجات دي تنسيق برنامج، فمش حلقتنا النهاردة يعني. فمفروض على الاقل اللي يتفرج على الحلقة يكون عارف البرنامج على الاقل، الاستريتور يعني. خلاص، هنسمي الطبقة دي مثلا اوريجينال ونعمل لها كده ايه، كلوز، نقفلها ونبدأ نرسم فوقيها في طبقة جديدة، يعني لاير فاضي جديد زي كده. دروينج مثلا. اوكي. طيب نشتغل بقى. طيب ركزوا معايا، ده هنا هنرسم بقى احنا بقى. بصوا ركزوا معايا، هرسم ازاي. الموضوع كله زي ما قلت مثلثات واشكال قريبة للمثلثات. همسك البين تول واعمل لون، اي لون مثلا غير اللون الرسمة نفسها. الرسمة عندي لونها اسود، فاخلي الرسم بتاعي بلون غير الاسود، زي الاحمر مثلا، من غير فل خالص. تمام. وامسك كده البين تول واقعد ارسم بقى. القاعدة امشوا معايا ستيب باي ستيب. انا هرسم الشكل اللي بره كله، الاوت لاين، همشي عليه بمثلثات او مثلثات متقاطعة او داخلة في بعض. داخلة في بعض زي المثال ده، بصوا كده زي الرسمة دي بالظبط، داخلة في بعض. وانا قاصد اقول الكلمة. يعني دلوقتي لو عملت كنترول واي هتحسوا ان من كل مثلث، بصوا، متقاطع، او كل شكل هعمل ان جروب، كل شكل متقاطع مع التاني او داخل فيه بالظبط، مفيش فراغات. فانا هرسم بطريقة معينة، يا ريت نفهمها مع بعض كلنا ونشتغل بيها. بصوا بقى، ركزوا معايا. طيب هقفل دي بس، اقف على الدروينج، اقف على الرسمة دي كده. المهم همسك البين تول زي ما قلنا واختار ايه لون من غير استروك، من غير فيل. خلاص، وابدا ارسم بقى. بصوا هعمل كليك في اول الشكل. هي القاعدة ان انا مش شرط امشي بالظبط، اصل دي مش همسك البين تول كأداة رسم منحنيات، همسكها كأداة رسم اشكال هندسية. فمش هعمل اي سحبة خالص، كلها كليكات. ومش شرط زي ما قلت انها ايه امشي على الحواف بالظبط، ممكن اسيب شوية فراغات، زي برضه ارجع تاني للرسمة الاساسية زي المثال ده كده. سواء الفراغات دي بتحلل الموضوع، بتخليه كأنه مجسم. يعني لو ركزت على الرسمة الأصلية، بصوا كده عليها، تحسوا في فراغات شوية بيضة،
انا ما عنديش مشكله فيها، مش هتاثر في حاجه، بالعكس هتزيد حلاوه الديزاين. خلاص، هنرجع تاني الرسمه بتاعتنا. اوكي، نفتح كده الاوريجينال، نبدا نرسم بقى. بسم الله. همسك البين تول، قلنا دي نقطه، كليك، نقطه تانية كليك. مش شرط يكون مثلث، يبقى كده نقطه ونقطه. اوبا، ثانيه واحده، الستروك تخين قوي، كبير قوي. خليه مثلا 0.1 مثلا، حاجه زي كده. وكمان اللون ده كبدي قوي، يعني لون كبدي، يعني خليه احمر فاتح شويه عشان يبان. كده. امسك البين تول تاني واكمل رسم عادي. المهم، مش شرط عشان قلت مثلث كرامي ان انا حد يقول لي يا دكتور طب مثلا كده ولازم يكون كده. لا، مش شرط، ممكن اكمل نقطه زياده عادي. قلت لكم اشكال شبيهه بالمثلثات، مش شرط يكون مثلث يعني. وممكن اعمل كليك هنا، ممكن اعمل كليك هنا عادي، مفيش مشكله خالص اهو. طب انا عملت ايه التركه اللي بعملها عشان اعمل كده وابدا ارسم وامسك النقطه من اول اخر نقطه مثلا يعني، وابدا اكمل؟ التركه اللي بعملها عشان اكمل رسم كده. بصوا، كليك وكليك وكليك، من غير اي مشاكل، من غير ما نقطه تدخل في نقطه وشكل يدخل في شكل. بعد ما اخلص رسم فورا، يعني اول رسمه رسمتها بعد ما اخلص رسمها فورا، اوكي، هعمل ايه بعد ما اخلص رسمها؟ هعمل الحركه دي وامشوا عليها كل الرسمه، يعني طوال وانت بترسموا طوال رسمكم امشوا على الخطوات دي بالظبط. بعد ما اخلص اول رسمه اضغط ايه؟ بس ركزوا، حرف الفي بالكيبورد. بعد الفي اضغط كليك في حته فاضيه، حته فاضيه غير الرسمه. بعد كده اضغط البي اللي هي عصايه من تحت بالكيبورد. خطوات دي همشي عليها طوال الرسمه، يعني كل ما اخلص من شكل مقفول هضغط زي ما قلنا في، كليك بره، بي، واكمل رسم هكذا. بصوا، كليك. طبعا ما حدش يقول لي يا دكتور انا هختصر الوقت واعمل كليكات بعيده قوي كده كده وكده وكده واقفل الشكل كده. هي مش غلط، بس مش هتحس بحلاوه الديزاين، هيكون في طعم حلو يعني في الاخر. القاعده ان انا ما بعيدش قوي، هعمل كنترول زد كذا مره واقرب شويه. احاول بقى افكر املى الفراغات ازاي. ممكن مثلا املاها كده، ادي اول فكره جميله. برضو في يعني في، بعد كده كليك بره، بعد كده بي عشان امسك البين تول تاني، وكليك كده وهكذا وهكذا. بص يا جماعه، بص عمال املى فراغات. مش شرط زي ما قلت يكون الشكل كله مثلث او بص الشكل ده مش مثلث، ده شكل زي مربع او متوازي. خلاص، بس هو شبيه يعني نقاطه 4 نقاط مثلا، فانا بقرب لكم الفكره، بقول لكم كانكم بترسموا مثلثات، كانكم يعني. خلاص، بس مش كلها مثلثات يعني. المهم، همسك الفي، كليك بره، بي تاني وهكذا. عشان عندي هنا اطراف تحسها بص كده طويله كده، بوس كده طلع في كل رسمه. هعلم على كل حاجه راسمها واضغط الستروك افتحها، واضغط دول بص مع بعض كده، اضغط دي واضغط دي، اول كابس والكورنر، اضغط المربع او الايكون اللي في النص هنا وهنا، بس كده، واكمل رسم عادي يا حلوين. خلاص، اتاكد انها ماشيه صح، هضغط كنترول واي واتاكد ان شغال زي الفل زي الفل. واكمل رسمي برضو بين تول، وابدا اشوف الفراغات عامله ازاي. مثلا نقطه هنا، نقطة كده ونقطة كده، عشان بس أنا عشان وقت الحلقة مش عايز يكون طويل، فأنا هختصر شوية مسافات، مش هخليها بالظبط زي التانية، عشان ما ينفعش حد بيشرح زي حد بيعمل ديزاين. دي قاعدة دي انتوا أكيد عارفينها يعني. خلاص، هبدأ أبعد شوية عشان خاطر وقت الحلقة بس. برضو في كليك بي وهكذا، كليك وكليك 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 اهو، في كليك بره بي هكذا، كليك. طبعا لازم اكون حريص، كليك 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 اهو، في كليك بره بي. المكان ده فاضي، ممكن اي اماكن فاضيه سوري يعني، ابدا اتخيل شكلها عامل ازاي، بس املى فراغاتها بس مش اكتر. كليك وكليك. ليه الشكل مش بيدخل عندي في الشكل؟ عشان القاعده اللي قلتها من شويه، في كليك بي. مش حلوين؟ كليك برضو كده وهكذا وهكذا وهكذا. بص لحد عايز اخليها مثلث دايركت ماشي، عايز اخليه شكل شويه الشيب بتاعته شبه الشكل الاساسي، ممكن ازود نقط زي ما قلنا كده كده كده. في كليك بي وهكذا، كده كده، ممكن كده، ممكن كده، ممكن عادي مش شرط
بقفل من نقطة بدايتي اللي بدأت بيها خلاص. ناقص آخر مكان فاضي عندي اللي هو المكان ده. ممكن بقى شبه الرسمة نفسها يعني. على فكرة الرسومات السابقة بتديكوا إيحاء إن في مكان فاضي. فالمكان ده ممكن أمشي عليه حسب الرسمة القديمة بتاعتي. أمسك البين تول تاني، كليك وكليك، أنا ماشي على حسب إيه الرسمة اللي مرسومة أصلا. وكليك هنا مثلا، أو ممكن واحد هنا كمان وواحد هنا، كليك وأقفل الشكل كده. أنا خلصت الرسمة الأساسية. لو خفيت الأوريجينال أنا رسمت التفاحة الأصلية. طيب الباقي سهل، الباقي نفس خطوات هي الساق بتاعت التفاحة والليف الورق بتاعها. فدي مش قصة صعبة. التركاية في ايه بقى؟ عشان ممكن حد يقع في المشكلة دي. التلوين يا دكتور، التلوين يا رامي. ألون ازاي؟ ولون بايه؟ تفاحة لونها أحمر، أوكي يبقى اختار لون أحمر، سهل أوي مش صعب. يعني ريكتانجل أهو في مكان فاضي، خلي مثلا درجات الأحمر اللي مش فاقع أوي، أكيد يعني مش بيكون فاقع أو بيكون كبدي شوية، بيكون قاتم شوية. يعني مثلا اللون ده مثلا. وهفتح الطبقات واخفي الاوريجينال كده. ركزوا معايا كويس في اللي جاي. انا عشان هلون هدي ايحاء ظل ونور. ظل ونور زي كده، بص زي مثال ده بالظبط يعني لو ركزتوا في الالوان هنا تحسوا الوان متشبعه بالظل والنور. يعني لو حد مثلا همسك القلم كده واشخبط شويه، حد مثلا يعني مسك الفرشه كده وشخبط شويتين يعني، وقال لكم ان مثلا يا حلوين مثلا يعني في اضاءه جايه من هنا، جايه من هنا، يبقى المكان ده ايه؟ مضيء. ده بالظبط اللي انا كنت عامله. والناحيه التانية ما فيهاش اضاءه، هتكون ايه؟ مين يقول لي؟ هتكون دارك، صح ولا ايه؟ الناحيه التانية ما فيهاش اضاءه. ثانيه واحده، القلم ساعات بيتعبني شويتين يعني. طيب. الناحيه التانية ما فيهاش اضاءه، هتكون دارك. التقسيمه دي قاعده ثابته في كل حاجه في الديزاين، في كل حاجه يا حلوين، قاعده ثابته. الظل والنور. فعشان ارسمه صح في الديزاين بتاعي ده، اوريكم عملتها ازاي بقى، التركات ازاي. بص ركزوا معايا، بص. انا هرسم القاعده دي وامشي عليها في الاشكال اللي انا برسمها. يعني هعمل كده مثلا ريكتانجل معلش فاضي جديد يعني كده، وارسم كده حاجه كده كروكي زي مثلا دايره كده سريعه كسكتش بس بوضح بيه. الاضاءه جايه منين؟ اضاءتي جايه زي ما قلنا، سوري، الاضاءه جايه من مثلا هنا كده. حلو. يبقى الجنب ده هيبقى اقسم شكلي 4/4. بص القاعده سهله قوي مش صعبه. 4/4 يعني ده ربع وده ربع وده ربع وده ربع. مهم الجزء اللي فوق ده الربع الاولاني اللي هو مسلط عليه الاضاءه هيكون مضيء. هيكون مضيء. الله، قاعده سهله قوي. والربع بتاعه اللي تحت برضه مضيء بس اضاءته اخف. يعني مضيء بس اخف، يعني هيكون مظلم شويه، صح كده؟ مش فهمت الفكره؟ مظلم شويه زي المثال ده كده. بص ده كده، ده مضيء وده مضيء بس اضاءته ده اخف فمظلم. الناحيه التانية اللي ما فيهاش اصلا ايه، ما فيش فيها اصلا يا حلوين ايه؟ اضاءه، صح كده؟ هيكون الجنب بتاعها اللي على الشمال من فوق ده دارك، يعني مظلم بس فاتح. دارك بتاعه، الداركنس بتاعه فاتح. ويكون طبعا الجزء الاخير اللي على الشمال من تحت ده هو اكتر جزء معتم او مظلم. كده قاعدة لو مشينا عليها في التفاحة بتاعتنا هتلاقي الرسمة بقت سهلة كألوان، صح كده؟ تعالوا بقى ايه ندخل على ايه؟ على التلوين يا حلوين. بصوا ركزوا معايا، بصوا كده الرسمة اهي. ألون برضه، احنا كده عرفنا ازاي نلون وازاي نرسم. اجيب الوان منين فيها درجات فاتحة وغامقة زي ما احنا ايه، زي ما قلنا هنا. اجيب الوان فاتحة منين وغامقة منين؟ ده انا عندي مثلثات او اشكال هندسية كتيرة قوي، اجيب لها الوان منين؟ ده سؤال برضه مهم. في الالستريتور في قاعده حلوه قوي، ان انا لو ضغطت على اي لون مثلا ماسكه زي المربع ده، دخلت على قائمه ويندو، دخلت على كولر جايد، هلاقي مرشد للالوان بتاعتي. فلو ضغطت على اللون اللي على الشمال المنور ده اللي هو اللون بتاعك الاساسي، ضغطت عليه مره تانية هنا كليك واحد وفتحت السهم ده كده، هلاقي كميه نظريات لونيه كتيره قوي، من ضمنها حاجه اسمها شيدز دي اللعبه كلها فيها اصلا. شيدز يعني درجات، يعني من فاتح لغامق.
وانا عايز كده اصلا. فلما اختارها، ركزوا بقى، كل الالوان دي حلوين، كلها شيدز، كلها شيدز بنفس الايه الحلاوه بقى، نفس اللون اللي انا اخترته في الاول. الله، طب موضوع حلو اهو. ابدا بقى امسك كل جزء زي ما قلنا، ده فاتح خالص، ده اكتر حته فاتحه، خلي مثلا درجات دي مثلا، او مثلا شيفت اكس عشان يتحول الى ايه، الى فيل. طبعا كل حاجه بلونها هحولها شيفت اكس الى ايه، الى فيل. او بعد ما الون كل حاجه اعلم على كل الاستروكات واعمل لها ايه، نون، الغاء، لما اخلص كل حاجه. المهم ده خد لون فاتح. خش على اللون تاني، لو اللون عندكم اختفى زي كده، خش على اللون تاني وكليك على اللون كده كلون يعني، خلاص، وافتحوه تاني خلاص. مهم يعني. فده خد الدرجه دي. حلو. المربع ده ياخد الدرجه انهي؟ ما احنا قلنا هيبقى افتح بالتدريج، هياخد افتح اللي تحتيه على طول، اللي اغمق سيكه. طيب واللي تحتيه ياخد درجه ايه؟ برضه اغمق سيكه. واللي تحتيه ياخد، وهكذا. بصوا الموضوع كده تحسوه بقى مفهوم، صح؟ مفهوم. والجنب ده مايل شويه للجنب، يعني لو قسمنا الدايره دي نصين زي ما قلنا كده يا حلوين، فتحسوا ان الجنب ده مايل شويتين للجنب ده، فيكون فاتح بس رايح ناحيه الايه، الغامق. ماشي يا حلوين؟ فنركز الحته دي قوي، فخلي الجنب ده شويه دارك بسيط يعني، والجنب الناحيه التانيه اكتر حته دارك بقى، اكتر حته دارك اللي هي مثلا الحته دي. ماشي. ونكمل بقى من اول الحته دي، من اول الجنب ده والسايد ده، هنبدا رحلتنا في الجانب الايه، المظلم. حلو الجانب المظلم. نبدا رحلتنا في الجانب ده كده بص. خلاص. وهنرجع تاني للجانب ده نظبطه يعني، مش مشكله. فالجنب ده اكتر حته دارك، وبعدين اللي فوقيه، او الحته الناحيه دي دارك بس افتح شويه، والحته دي دارك بس افتح شويه، والحته دي دارك بس افتح ناحيه الايه، الهايلايت، زي كده. زي كده. ناقص اخر حتتين في الناحيه الفاتحه، او جانب الهايلايت. اوكي. نفس الجنب ده وادي له مثلا درجه. الدرجات دي لو لقيتها خلصت، السطر ده لو خلص عندك سطور كتيره جدا تبدا بيها قصتك، خلاص، زي السطر اللي تحتيه واللي تحتيه وهكذا يعني. مثلا ده شويه ايه، افتح شويه، اخد لك مثلا الدرجه دي كده. لا، ده فاتح قوي يعني، انا مش عايزه فاتح قوي الصراحه، عايزه من درجات الايه، التصميم نفسه، زي مثلا ده كده. والاخير ده ياخد درجه زي مثلا، يعني زي كده، زي كده. لو دلوقتي خفينا علمنا على كل الاستروكات زي ما قلنا، فتحنا الاستروك عملنا نون، هتلاقوا الماجيك حصل. الماجيك بصوا كده، شكل مجسم قوي، جميل جدا. بس الجنب ده مش عاجبني، الحته دي تحسها فاتحه قوي او غامقه قوي قصدي، يعني خليها شويه فاتحه سيكه بالدرجات دي مثلا. وده ياخد برضو افتح سيكه منها برضو نفس الدرجات، يعني حاجه زي كده، حاجه زي كده. يا سيدي، تحسوا في تضليع للشكل. برضو الناحيه التانيه لو حسينا مش مظبوطه، طبعا بصوا بقى التركايه، ليه الجنب ده احلى من الجنب ده؟ او اول اجابه عشان اشكاله كتيره، ده اشكاله قليله. الكتير قلت لكم دايما، الكتير بيفرق في الديزاين، بيخلي الشكل مجسم اكتر. فمثلا ده مش مظبوط، علم على ده، خليه شويه، يعني افتح من هنا مثلا كده، وده افتح درجه سيكه يعني لفوق شويه، وده افتحهم شويه زي كده مثلا. يعني انا عجباني كده اكتر، ولا لا كده افضل، كده افضل. ماشي يا جماعه. فكده احنا جسمنا الشكل بتاعنا. عشان يوصل اللي يبقى زي ده، زي ما قلنا لازم اتعب في الاشكال الهندسيه الكتيره، ارسم اكتر. وعشان ارسم اكتر لازم اتعلم الاول ارسم بالراحه، او ارسم اشكال بسيطه. الكتره بتيجي لما ارسم اشكال بسيطه صح الاول، زي كده. ده كان ايه، نظرة النهارده السريع لفن اللوبولي. فن رائع جدا، اتمنى تفهموه كويس. تعرفوا ان هو بيتكون من كام مرحله. مرحله الاوتلاين الاساسيه الاولى، مرحله اختيار اللون المناسب، مرحله التلوين بطريقه الشيدز والهايلايت او التنت. التنت والشيدز، التنت اللي هي الاضاءه، والشيد اللي هي الظل يعني. ماشي يا حلوين. طبعا حاولوا تدربوا بقى على ايه، تدربوا على الاشكال دي. انا هسيب لكم في الديسكريبشن الحلقه، يعني في رابط التعليقات، سوري، رابط ال الوصف بتاع الفيديو يعني. معلش الصيام مقصر شويه، معلش. رابط وصف الفيديو هسيب لكم شويه تدريبات تانية للاشكال الهندسيه، زي مثلا برتقاله قصدي، حاجات زي كده يعني.
ماشي، اتدربوا عليها برضه. ما حدش يجري يرسم حاجة معقدة، اجري اتدرب على حاجة بسيطة الأول واتقنها، بعد كده اجري على حاجة معقدة بالتدريج، بالتدريج، ستيب باي ستيب. ماشي يا جماعة، تفطروا على خير. أنا الساعة عندي خلاص 5 إلا، يعني الفطار فاضل له ساعة. ربنا يوفقكم. أول ما منتج الحلقة هنزلها على طول إن شاء الله على القناة، وبالتوفيق. وطبعا اعذروني على تأخير الحلقات والله يا جماعة، بس انتوا عارفين بس رمضان عامل ازاي في الوقت يعني. خلاص، شكرا لكم، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.